افضل ثلاث تطبيقات لتعلم اللغه التركيه هن هدول ثلاث تطبيقات، وشايفين هذا اخر تطبيق على اليمين؟ ايوه هذا تطبيق روعه بكل ما تعني الكلمه لتعلم اللغه التركيه. ولو حابين تعرفوا اكثر عن هي التطبيقات تابعوا معي هذا الفيديو. التطبيق الاول تطبيق بيلينجو اب. هذا تطبيق عباره عن قصص ومقالات والعديد من الاخبار والكتب مكتوب بلغتين، لغتك الاصليه واللغه اللي عم تتعلمها واللي هي بحالتنا اللغه التركيه. اول ما تدخل على التطبيق بتحدد اللغة اللي انت بتحكيها واللي هي اللغة العربية، واللغة اللي انت حابب تتعلمها واللي هي اللغة التركية بحالتنا. بعدين هون مثل ما انكم ملاحظين التطبيق عم بيورجيني ايش هو النموذج يلي بيشتغل فيه وكيف طريقة عمل التطبيق. فمثل ما انكم ملاحظين بالاعلى مكتوب باللغة التركية، وايضا بالاسفل مترجم للغة العربية واللي هي القصة او الخبر او اي شيء انت بتقرأه، وتحت بيكون الترجمة. والجميل ايضا انه في ملقن صوتي او قارئ صوتي بيقرأ باللغة التركية، وانت ممكن يكون نظرك على اللغة العربية وتسمع الترجمة باللغة التركية. ومثل ما لكم شايفين هون التطبيق عم بيقول لي في شيء اسمه اختبار بعد ما تقرأ شيء معين. فبيكون في اختبار مثل ما لكم ملاحظين بيقول لي التطبيق مثلا من ضمن اختباراتنا اللي هو انك تنطق الكلمات. فهون مثل ما لكم ملاحظين بيقول لي بالجميل بهي الجملة بالاعلى مكتوب كلمة كلميلار، واللي هي يعني ترجمتها كلمات. فبتنقر على الميكروفون وبتنطق الكلمة، فلما بيكون نطقها صحيح بينقلك للاختبار يلي بعده. هون مثل ما لكم شايفين ايضا تطبيق عم بيقول لي ايش هي اهتماماتك وايش بتحب تقرا اكثر شيء داخل التطبيق. فانت بتحدد مثلا الاثاره والمغامره او التاريخ والثقافه او الشغلات اللي انت بدك اياها، وبامكانك انك تحدد الكل ما في اي مشكله. ايضا هون بيسالك ما هو مستواك في اللغه التركيه مثل ما انكم ملاحظين، فانا مثلا بقول له مبتدئ متوسط او متقدم، فراح نختار متوسط. بالصفحه الرئيسيه بيكون في كتير كتب واخبار وقصص بامكانك انك تقراها. على سبيل المثال انا بدي اقرا عن علوم وتكنولوجيا، فبختار اي كتاب من الكتب وببدا بقراءته. الشيء الجميل مثل ما انكم ملاحظين انه بالاعلى بامكانك انك تقرا، فالنص بالاعلى مكتوب باللغه التركيه، وايضا بالاسفل موجود ترجمته للعربي. وفي حال كنت ما بتعرف تقرا، ففي حل ممتاز بهذا التطبيق بيقدمه التطبيق اللي هو انه في قارئ صوتي. هو بيقرا وايضا بيمشي النص مثل ما انكم ملاحظين بيتلون باللون البرتقالي، والقارئ الصوتي هو عم يقرا باللغه التركيه، وانت بامكانك تحط نظرك على اللغه العربيه وتسمع سمع اللغه التركيه. ايضا الشيء الجميل انه بعد ما تنهي اي قصة او اي كتاب بيعطيك التطبيق اختبار لازم تقوم بحل هذا الاختبار لحتى تشوف حالك هل انت كنت مستوعب فعلا وعم تستفاد فعلا من الكتب او القراءة او لا. طبعا مثل ما كنا ملاحظين السؤال والاجوبة كلها باللغة التركية. لو بدك تترجم السؤال او الاجوبة للغة العربية فبتنقر بكل بساطة على هذا المكان على اللغة العربية مثل ما كنا ملاحظين، وبيترجم لك السؤال والأجوبة إلى اللغة العربية. ومن الشغلات الجميلة بالتطبيق أيضا إنه بيعرض لك عدد الكلمات اللي قرأتها وإحصائيات أخرى عن مثلا الكتب اللي قرأتها ومسار القراءة والأسئلة الصحيحة اللي جاوبت عليها. فبيعطيك هاي الإحصائيات، وهو شيء جميل لحتى تتابع دائما تقدمك، وهي موجودة بالصفحة الرئيسية أمامك دائما. أيضا في شغلة حلوة بالتطبيق اللي هي الشارات مثل ما كنا ملاحظين. فأنت مثلا كل ما تقدمت بالدروس بمجال معين فبتحصل على الشارة بناء على الدروس اللي انت تقدمت فيها. وايضا بالاسفل في جدول زمني يعني رح يعرض لك بالتواريخ، يعني انت قديش عم تقرا كتب وايش الكتب اللي قراتها بناء على هذا التاريخ. التطبيق الثاني معنا اليوم هو تطبيق موندلي. تطبيق موندلي هو تطبيق لتعلم اللغة التركية بطريقة الأسئلة، وراح تلاقي كتير أنواع ذكية من الأسئلة اللي بيطرحها عليك هذا التطبيق لحتى تتعلم اللغة. تعال معي لحتى نتعرف على تطبيق موندلي وكيف بيشتغل هذا التطبيق. وبالبداية مثل ما انكم ملاحظين التطبيق بيقول لك لغتك الأساسية واللغة اللي أنت حابب تتعلمها، وبيسألك عن مستواك في اللغة. رح نختار متوسط وبنقول له ابدأ البرنامج التعليمي. بيقول لك التطبيق هون انه نحن عنا حل لمشكله اللي هو انت ما عم تتمكن من حفظ الكلمات الكثيره باللغه التركيه. بيقول لك عنا حل ذكي لحل هي المشكله. الحل بيكون بانه نحن بنعرض عليك الكلمات، رح تحفظ الكلمات بدون ما تقعد وتجهد نفسك لحتى تحفظ. رح نعرض عليك الكلمات، رح تطلع من التطبيق انت حفظان الكلمات وما رح تنساها بالطريقة الذكية اللي بنعرض عليك فيها الكلمات. مثل ما كنا ملاحظين بيقول لك عم يشرح لك يعني كيف الطريقة يلي بيعلمك فيها هذا التطبيق. رح ننقر على استمرار، رح ندخل نشوف كل هذا الشيء من داخل التطبيق. ايضا بيسألك يعني عن الاهتمامات اللي انت بدك اياها، فاحنا رح نختار كل الاهتمامات. مثل ما ملاحظين الواجهة الرئيسية للتطبيق هي عبارة عن مجموعة من النقاط، يعني خط طويل من النقاط كلها مستويات ودروس انت بتاخذها مع الوقت. مثل ما كنا ملاحظين رح نختار اول طريقة للتعلم اللي هي الدروس. مثل ما كنا ملاحظين بيكون في عبارة عن 6 دروس، وبعدين بيكون في درس محادثة ودرس للكلمات. فأنت بتبدأ مثلا مع الدرس الأول. مثل ما لكم ملاحظين هون بيسألني حدد الأم يعني، فاللي هي آني anne, نختار على تأكد. baba, بعد شوي بيقول لي ايش يعني اب، فانت لازم تكتب له باللغه التركيه. طبعا انا هون عم بيسالني ايش يعني الاب وبيقول لي اكتبها.
طبعا انت هون رح تقول لي انا كيف بدي اعرف ايش يعني اب اذا اساسا انا ما بعرف كيف هي الكلمه. هو بالاساس طبعا انا التطبيق عرضوا علي كلمه اب قبل هالمره بطريقه اسهل لحتى حفظت الكلمه، والان هون انا بكتب الكلمه، وبهي الطريقه بتكمن طريقه تعليم هذا التطبيق. بيعرض عليك الكلمه بطريقه سهله وبعدين بيسالك اياها او بيقول لك اكتبها، بيكون السؤال اصعب بعد شوي، فهيك انت بتحفظ الكلمه بدون ما تعاني وتلاقي جهد بنفسك في حفظ الكلمات. مثل ما انكم ملاحظين بهذا القسم اللي هو قسم المحادثه، الشيء الجميل فيه انك بتحادث روبوت وبتنطق الكلمات، انت بتتكلم مع الروبوت بكل حريه والروبوت بياخذ وبيعطي معك وبيجاوبك. مثل ما انكم ملاحظين هون الروبوت عم بيقول لي جونايدن اللي هي صباح الخير، ايضا مترجمه في العربي بالاسفل. مثل ما انكم شايفين بالاسفل عم بيعطيني 3 اجوبه ممكن انك تجاوب اي شخص بيقول لك جونايدن، 3 اجوبه كلها صالحه للاستخدام، اللي هي مثلا مرحبا او مساء الخير او مرحبا. فهو عم بيقول لك جونايدن فانت بتقول له مرحبا او مرحبا يعني. فراح نقول له مثلا مرحبا. مثل ما انكم ملاحظين بيقول لي نطقتها بشكل صحيح. الان الروبوت راح سيزن يقول لي أدنى بينما سيزن اظني، فهو عم بيسالني ما هو اسمك، فانا بقول له عندنا هون جواب واحد ما بيكون في اجوبه. مثل ما انكم ملاحظين في اعطانا جواب واحد اللي هو بنيم اضم وبتذكر اسمك، بنيم اضم حسام. مثل ما انكم ملاحظين التطبيق تلقائيا سمع الشيء اللي انا قلته الاجتماع بين الناظر فاعطاني تم اجتماع الجواب بين الروبوت، الناظر فالان عم بيقول لي الروبوت سعدت بلقائك. فمثل ما انكم ملاحظين التطبيق بالاسفل بيعطيني 3 اجوبه ممكن اني جاوبه فيها، فراح نقول له مثلا الجواب الوسطاني اللي هو طبعا جوابين الاسفل هن الاثنين صحيحات. طانشتم ممنون اولدم. مثل ما انكم ملاحظين انا استطعت اني اقراها بالشكل نفس الصحيح. الصنف الان يعني بهي الطريقه بتحادث الروبوت. فعم يقول لي كيف حالك، معرفة فبإمكانك انك تقول له كذا جواب اللي هو مثلا جيد جدا، لست سيئا او رائع، فراح نقول له انا جيد جدا شوكي. بهي الطريقة فالتطبيق صراحة رائع جدا في طريقة فضلت التعليم يلي وتوضم بيقدمها لك. تطبيق موندلي متاح للتعلم على جميع أنواع الأجهزة لحتى يكون في سهولة بالتعلم. ومن مميزات تطبيق موندلي بيعرض لك الوقت اللي أمضيته في التعلم مع موندلي والكلمات اللي حفظتها وأيضا العبارات اللي حفظتها. وبيعرض لك في يوم تقدمك اليومي بالأسفل. مثل ما كنتم ملاحظين بيقول لي مثلا أنت باليوم الأول كان تقدمك 51 31 ثاني يوم، فهذا التقدم بيعرض لك إياه لحتى تكون متابع أنت قديش عم تمضي وقت في هي تعلم اللغة التركية. أيضا في ميزة أخرى إنه تطبيق موندلي بيعرض مستواك مع الناس حول العالم أو بتركيا مثلا بالمكان اللي أنت عم تتعلم فيه. فمثل ما انكم ملاحظين بيعطيك أنت إيش مستواك، يعني في الناس أوائل ثاني ثالث وفي ترتيب عالمي يعني من واحد إلى ما لا نهاية. فأيضا بنفوت على الترتيب العالمي بنلاحظ ما هو مستواك أو ما هو ترتيبك على المستوى العالمي، وكل ما تقدمت بتنافس ناس لحتى تصعد، وكل ما أخذت دروس أكثر بتاخذ نقاط، وهي النقاط بتخليك تتقدم في المستوى العالمي. ايضا ميزه رائعه جدا اللي هي ميزه الاصدقاء، بامكانك انك تضيف اصدقاء على التطبيق. مثلا انت وصديقك بدكم تتعلموا اللغه التركيه سوا، فبتضيفوا بعض على التطبيق وبتتابعوا بعض على وبتتابعوا تقدم بعض على التطبيق، وهذا الشيء راح يخلق بيناتكم منافسه وتشجيع على التعلم. التطبيق الثالث تطبيق هيلوتك، اهم تطبيق بين تطبيقات تعلم اللغه اللي ذكرناها اليوم. تطبيق هيلوتك ميزته ما بالدروس يلي بيقدمها، ولكن ميزته انه بيخليك تتواصل مع ناس لغتهم الام هي اللغة التركية، وهدول الناس هن بدهم يتعلموا اللغة العربية. فهو تركي بده يتعلم العربية وانت عربي بدك تتعلم تركية، فبتتواصلوا مع بعض، انت بتقوي لغتك التركية وهو بيقوي لغته العربية. وهي ميزة رائعة جدا في التطبيق، فرح تتمكن من التواصل مع الأتراك مباشر لحتى تمارس اللغة التركية. وأهم وأقوى ميزة لتعلم اللغة التركية هي أنك تمارس اللغة مع أصحاب اللغة الأصليين. خلينا ندخل ونشوف تطبيق هيلو تالك كيف بيشتغل وكيف يمكننا نتواصل مع شخص. مثل ما كنتم شايفين راح اختار شخص من الاشخاص اللي عم يتعلموا. طبعا هذا الشخص مثل ما كنتم ملاحظين بيعرف اكثر من لغة وعم يتعلم اكثر من لغة. هو بيعرف انجليزي وتركي وما بعرف ايش اللغة اللي هي بالوسط اللي هي اختصارها دي اي. وايضا الشخص محتاج انه يتعلم عربي وروسي، واللغة الثالثة ايضا ما عرفتها اللي هي ما بعرف ايش اختصار لايش. فراح ندخل على حساب هذا الشخص ونتواصل معه. طبعا راح نقوم مثلا بارسال رسالة لهذا الشخص. طبعا راح يعطيني التطبيق شوية تعليمات، وهي التعليمات مهمة جدا لحتى ما ينحظر حسابك على التطبيق. فنضغط على انا اتفهم. بامكانك بالبداية انك تقوم مثلا بالتلويح، نضغط على التلويح فنلوح لهذا الشخص. بعد شوي نسأله، ممكن تكتب له بالعربي او بالتركي. وايضا في شيء جميل اللي هو يعني مترجم مباشر. فمثلا انا ما بعرف اكتب كلمة معينة باللغة التركية، فراح اكتب مثلا كيف حالك،
طبعا انت لازم يكون عندك شوية لغة لحتى تقوي لغتك. الهدف من التطبيق انك تقوي لغتك وليس انك تتعلم. لو بدك تتعلم روح على التطبيقات السابقة. هذا التطبيق لحتى تقوي وتمارس اللغة، ولما بتمارس اللغة راح تكون لغتك طليقة جدا. فهمت مالكم ملاحظين؟ راح نروح مثلا نكتب بهذا المكان مثلا كيف حالك بهي الطريقة، ونبعث له رسالة لهذا الشخص. طيب لو نقرنا نقرأ على هي الرسالة، نضغط مثلا نقرة مطولة وبدنا نترجم هي الرسالة اللي بعتناها، أو هو مثلا استلم رسالة. طبعا هو لو رد علينا كنا تحدثنا معه، لكن ما رد علينا. راح نجرب، ممكن نجرب أو ممكن نجرب بعد شوي مع شخص تاني. ولكن الشيء الجميل مثلا أنت بعت له بالعربي، هو ما بيعرف، يعني ما بيعرف أنت إيش بعت له. مثلا هو بيتعلم بالأساس اللغة العربية، فبإمكاننا أن ننقر على ترجمة. تمام مثل ما لكم ملاحظين، وينقر بعدها نقرة واحدة على الرسالة. مثل ما لكم ملاحظين ترجمة الكلمة هي ناصلسن. تمام. فمثل ما لكم ملاحظين الشيء الجميل انه اعطاني انه تمت قراءة. ممكن هلا يرد علينا، ف راح يكون يعني شيء جميل انه نعمل معكم تجربة مباشرة يعني على التطبيق. ايضا بامكانك انك تبعث رسائل صوتية وصور وكتير شغلات بامكانك انك ترسلها لهذا الشخص يلي عم تتحدث معه. هذا التطبيق صراحة تطبيق رائع وقوي جدا. طبعا رح نشوف شوية هيك شغلات وتركات بتعملها في التطبيق. لو دخلت على حسابك الشخصي وبدك تضيف سيرة ذاتية، طبعا لما بتهتم بحسابك بيكون في ناس تتواصل معك اكثر، وناس جادين فعلا على التطبيق بيتواصلوا معك. والجميل انه التطبيق بالاسفل مثل ما كنا ملاحظين بيعطيك سير ذاتية جاهزة. مثلا هي السيرة لو بدنا اياها بناخذها، لو ما بدنا اياها ننقر على تغيير. مثلا اللي هي السيرة عجبتنا، ننقر نقرة مطولة مثل ما كنا ملاحظين بيتم نسخها. بنقوم بلصق هي السيرة بالاعلى بهي الطريقة مثل ما كنا ملاحظين. فانت فقط بتعدل التفاصيل. مثلا مرحبا، اود ان اعرف على نفسي، انا محمد. طبعا انت ممكن يكون اسمك اي اسم تاني، فبتعدل اسم محمد الى مثلا اسمك انا مثلا حسام بهي الطريقة. انا من اين؟ انا من السعودية. فانا مثلا مالي من السعودية، فبغير فبقول له انا من سوريا. تمام بهي الطريقة. اكبر شغفي هو السفر، فانت بتعدل يعني ممكن يكون شغفك شيء تاني، فبتقول له انا اكبر شغفي هو التكنولوجيا مثلا بهي الطريقة. لقد زرت العديد من المدن مثل طوكيو. فأنت بتختار يعني هي السيرة الذاتية بتكون جاهزة لحتى ما تجهد نفسك يعني بكتابة سيرة ذاتية. التطبيق بيعطيك كثير من السير الذاتية، وأنت بتعدل السيرة حسب ما بدك وبتنشرها على التطبيق. أيضا بتختار مدينتك وتعليمك ومهنتك وشوية تفاصيل عنك، يعني لحتى الشخص يشوف ايش اهتماماتك، واذا كان اهتمامك مع اهتمامه متطابق يكون في تواصل دائم بيناتكم لحتى تتحدثوا بالاهتمام تبعكم. وايضا مثل ما انكم ملاحظين في احصائيات اللي هن الزوار اللي زاروا حسابي مثلا، والمتابعين، وانا الاشخاص اللي بتابعهم، وكتير تفاصيل. بامكانك ايضا انك تبحث عن اشخاص بنفس المدينة اللي انت فيها، او ناس قريبين منك يعني على الموقع، او ناس يعني متعلمين جادين، وهدول الناس اللي حكينا عنهم بيكون لهم امتيازات. او بامكانك انك تختار الكل، ولكن هون لازم ترقي حسابك لحتى تختار الجنس. مثلا انت شخص بدك تتواصل فقط مع الذكور، او لو انت عم تتعلمي بدك تواصلي فقط مع اناث، ما بدك ذكور تتواصلي معهم. فيعني هاي هون لازم يكون في ايش، لازم يكون في ترقية للحساب. ولكن ما بشوف انها مهمة، لان انت يعني فقط بتنقر على هون وبتختار مبين من كل حساب من الشخص اللي عم يتحدث في هذا الحساب. وتطبيق صراحة جيد جدا يعني، والناس اللي بتتعلم على التطبيق ناس محترمين جدا.